السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اماني من قناة اكلة هنية مع اماني. النهاردة باذن الله وصفتنا تورتة بقى الفانيليا، ما شاء الله عليها جميلة جدا. تعالوا اقول لكم عملتها ازاي. اول حاجة معانا بولة كده فيها 6 بيضات. اول حاجة بنخفق البيض. طبعا البيض بيكون بدرجة حرارة المطبخ. وطبعا مش هننسى الفانيليا بتاعتنا، بننزل كده 4 نقط او 5 من الفانيليا البني. طبعا بتشوفوني بضيف دايما الفانيليا البني لانها بصراحة بتشيل زفارة البيض وما بتخليش فيه اي زفارة في التورتاية بتاعتي. تمام، خفقنا كده البيض ونزلنا عليه نص كيلو دقيق سبونج، ونزلنا عليه بمعلقة محسن كيك اللي هو المحسن الجل. وبرضو بنضرب جيد جدا بالمضرب كده الكهربائي. تمام، واهم حاجة الخفق المستمر. ولما بنلاقي القوام تقل معانا جدا كده بنضيف شوية صغيرين مية خالص. يعني لو انتي قلقانة من كمية المية ما تضيفيش اصلا، لكن احنا بنضيف حاجة بسيطة جدا. يعني عبارة عن 3 معالق مية 4، او يعني ربع كوباية صغيرة خالص. تمام. وانا هنا عندي صينيه بعد ما خلصت خالص الكيك بتاعي. قطعت ورقه الزبده مدوره كده زي ما انتم ما شفتوا، ونزلت عليها بقوام الكيك بتاعنا. ما شاء الله كان قوامه يعني اللي هو مش خفيف، قوامه تقيل وطبعا لونه ابيض وجميل. طبعا الاسبونج بيتميز ان احنا ما بنضيفش عليه اضافات كتيره زي ما انتم شايفين، يا دوبك البيض ودقيق الاسبونج، وكمان ممكن ما نحطش محسن كيك. تمام. انا هنا عندي طبعا دخلت الصينيه بتاع الكيك في الفرن على درجه حراره 180 وسبتها بقى تستوي. تمام. وانا كده عندي ربع كيلو من الكريم شانتيه الخام، وضفت عليه سكر بودره، ونزلت عليه بميه مثلجه كده من الفريزر. تمام. ممكن ميه او ممكن لبن على حسب انت حابه تعملي بايه. لو ضفتي لبن هيبقى دسم زياده، لو ضفتي ميه مش هيفرق قوي. برضو الكريم الشانتيه بيبقى ما شاء الله دسم وطعمه حلو. تمام. واهم حاجه ان انتي تخفقي كويس جدا. كل ما تحسي ان القوام تقيل هتضيفي شويه ميه صغيرين بشويه صغيرين كده. انا خرجتها من الفرن معاكم، وطبعا شفتوا التسوية ما شاء الله عليها جميلة جدا. بس بشيل بس الطبقة اللي من فوق اللي هي بتاع التورتاية كده زي ما انتوا شايفين. طبعا الطبقة دي برضو احنا بناكلها بس مش بنستخدمها في التورتاية عشان نعرف نزينها ونحط عليها الكريم شانتيه وما تبقاش مفرولة معانا كده، والوش بتاعها ده يبقى موجود. تمام. بنخرط كده التورتايه بعد ما بتكون بردت مش وهي سخنه. يعني انا لما بعمل التورته ممكن اسيبها في الفريزر شويه عشان لو انا مستعجله وعايزه اخلص بسرعه واعملها في نفس اليوم. لكن لو انت مش مستعجله ممكن تبيتيها في التلاجة، بس اهم حاجه تغلفيها كويس بورق ستريبس كده، يعني اللي هو الشفاف ده، عشان ما تلقطش اي طعم من اللي في التلاجة او اي ريحه. تمام. طبعا خلصنا كده وقطعناها 3 قطع زي بعضيهم. كل قطعة منها 3 قطع، كل قطعة منها قد القطعة التانية. تمام. وضفنا عليها الكريم شانتيه. طبعا الكريم شانتيه دوت بيبقى ابيض لان احنا عاملين التورتايه بالفانيليا. مش هنحتاج بقى نحط فيها شوكولاتة او حاجة. لو انت حابة تزودي اي حاجة، اي صوص ما بين الطبقات، او اي مثلا شوكولاتات او اي كريسبي كده من اللي هو الملون، زي ما انت حابه. الاضافه بقى دي ترجع لك، والتزيينه برضو ترجع لك. اهم حاجه تعملي التورتايه بالخطوات اللي انا قلت لك عليها دي، ان شاء الله هتطلع ناجحه جدا وجميله. عايزه اقول لكم قد ايه ان التورته اللي احنا دايما بنعملها بدقيق الاسبونج بتبقى ناجحه جدا ومش محتاجه بقى تعقيدات. والله انا لما بجرب الدقيق الاسبونج مش بحب ان انا اعمل حاجه غيره، لانه بصراحه بيجيب معايا نتيجه هايله جدا زي ما بالظبط بتجيبيها من افخم المحلات. الترط والحاجات الحلوه ما شاء الله بتبقى جميله جدا. طبعا عملت الطبقات بتاعتي 3 طبقات، وحاولت ان انا اظبطها معايا من فوق وبعملها من الجناب. طبعا تظبطي على قد ما تقدري، وفي الاخر احنا اصلا هنضيف عليها من فوق
زي ما شفتوا في اول الفيديو. يعني اي فاكهة عندك موجودة. طبعا انا كان عندي هنا مانجا في الفريزر، انا كنت مفرزاها سليمة زي ما هي. هبتدي بقى، طبعا هي عشان متلجة كده تعبتني شوية، وبخرطها كده بقشرها عادي جدا. وبخرطها مكعبات صغيرة زي ما انتم ما شايفين. التزيينة دي ترجع بقى لذوقك زي ما انت محبة، زي ما بوريكي كده. يعني هنعمل تزيينة بسيطة. وعندي تفاح، يعني كان عندي مثلا ايه النوعين من الفاكهة دي. طبعا ما شاء الله اليومين دمت الفواكه كتيرة جدا في السوق، يعني الفراولة نزلت وفي كيوي وفي كل الفواكه، موز، اي حاجة انت حابة تزيني بيها زيني بقى براحتك. التزيينة اللي انت ايه تحبيها او التزيينة اللي ترجع معاكي. وانا بزين في التورتايه والله ما ببقاش راسمة خطة، يعني ان انا ازين ازاي. بتطلع معايا كده تسهيل ربنا، وربنا بيكرم وبتبقى شكلها حلو في الاخر ما شاء الله. بتبقى حلوة حبايبي. لو انتوا لسه معايا في الفيديو ما تنسونيش في الاشتراك للقناة. لو انت اول مرة تشوفي القناة بتاعتي شرفيني بقى بالاشتراك وتفعيل زر الجرس. هتلاقيه طبعا تحت الفيديو كلمة اشتراك، هتضغطي عليه وبعد كده هتدوسي على الجرس كده، يبقى انت كده فعلتي الجرس عشان يوصلك اشعار بأي حاجة بنزلها جديد. طبعا ايه هتنوريني في قناتي وتشرفيني، وبيسعدني جدا الاشتراك بتاعك او بتاع اي حد منضم جدا لينا للقناة بتاعتي. بتنوروني وبتشرفوني. وطبعا لحبايبي اللي بيتابعوني في القناة ما ينسوش يعملوا اللايك وكومنت حلو من عندكم. بيسعدني جدا اي كومنت بتكتبوهولي، لانه بجد بيفرحني وبحس كده ان انتوا بتتفاعلوا معايا. زينت كده التورته من فوق زي ما انتم ما شايفين. بالاول حاجه حطيت تفاح وحواليه بقى قطع من المانجا، ورجعت حطيت تفاح وقطع تاني من المانجا. وانا هنا كان عندي يعني قراطيس كده كونو من المحلات الحلواني، مستلزمات الحلواني. حبيت كده اضيفها ما شاء الله. يعني كل حاجه فيها يعني بتتاكل وطعمها برضو جميل. بتضيف كده حاجة حلوة كده، كمان الأطفال بيحبوها. وحسيت بقى ان انا عايزة ادخل لون كده اضافي يكسر بقى اللون بتاع اللون الاصفر والاحمر بتاع التورته من فوق. ضفت لون اخضر على شوية من الكريمة عشان يدوا كده ملمس كده ولون حلو، وكمان يخلوا التورتايه معايا شكلها جميل. وضفتها في الكيس الحلواني بالقمع بتاعي، ويلا بقى نعمل بيها زي ما انتوا شايفين كده. حواليها كده روزيتات من الكريم شانتيه اللي لونه اخضر، اللي هيغير بقى كده لون ايه شكل التورته معايا. ولما عملتها حسيت ان هي موسعه ما بينها، زنقت شويه وضفت كده ايه روزيتات، خليتها كلها ايه مزنقه في بعضيها. وكمان هضيف اضافات تانية. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. اول حاجة يعني رحت كده جبت ايه شوية شوكولاتات ستريبس كده، بحيث انها تدي الوان كده وتدي بهجة للتورته بتاعتنا، على حسب طبعا ذوقكم في التزيينات. عايزه اقول لكم ان اي حد بيعمل اي حاجة بتطلع على حسب ذوق. انت ذوقك في التزيينات ايه اعملي. حبيتي تشيلي ايه او تحطي ايه ده يرجع لك، لان طبعا الذوق العام بقى ليكي. حبيتي تعملي اي تزيينه خفيفه، والله التزيينات دي على حسب ذوقك خالص. تمام. انا هنا جبت صوص جل مانجا، بما ان انا حطيت مانجا في النص، فحبيت بقى ان انا من بين في الجناب بتاعها يبقى الصوص كده نازل مانجا، وهوصلها ببعضيها كلها وتبقى نازله كده من الجناب. بتدي شكل حلو قوي. تمام. طبعا ايه ما شاء الله هي نزلت كده كمان. هتدي شكل حلو في الاخر، وهتشوفوها معايا ما شاء الله بتبقى جميلة جدا. عايزة اقول لكم يا جماعة اللي ما جربش الوصفة بتاع التورت بدقيق الاسبونج دي بجد لازم يجربها، والله مش هيخسر حاجة. هقول لكم بتدي هشاشة جميلة جدا. وكمان ضفت كريز لونه احمر كده، عطى لون برضو وبهجة جميلة. وانا هنا عندي جل بارد للتلميع الفواكه، عشان بقى يبقى الفاكهة كده ايه بتلمع كده وشكلها جميل، وكمان تحافظ عليها ما تسمرش كده او تغمق، لان طبعا في فاكهة بتتأكسد زي مثلا التفاح
الموز. تمام. ده هيحافظ عليها. وهنسيبها بقى في التلاجة شوية كده، يعني مثلا ساعتين او حاجة، لحد بقى ما نبتدي نخرطها. اهم حاجة الحاجات دي بتتاكل ساقعة، ما ينفعش ان احنا نسيب الحاجات دي يا جماعة بره التلاجة خالص. يعني انت لما بتجيبيها من محلات الادوات، محلات التورت والجاتوهات، لازم بيكون حافظها في التلاجة. وانت كمان ما تسيبيهاش بره التلاجة وتقولي لا ما هي عادي مش هيجرى لها حاجة. لا، الكريمة بتسيح والحاجات بتسيح ومش هتبقى طعمها حلو حتى لو كنا في شتاء. عايزه اوريكم بقى شكلها، بقت ما شاء الله عليها تحفه جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك. مع السلامه يا حبايبي في